السلام عليكم ورحمة الله. بنعرفه معاكم من سويسرا من جديد. قاعد نهارين ذوما نحضر لكم في ملف كبير في أسامي متاع أشخاص، وحتى عندي حتى ورقة رسمية باش نهبطها لكم وغيره، متعلقة مش باش نعطيكم فكرة صغيرة على الموضوع، متعلقة بتجارة السلاح وبالعصابات وبالأشياء المخاطر وبالعمليات التهريب وبرشا برشا أسرار أخرى يجهلها الشعب التونسي. باش نقوم بكشفها عن قريب، وأسرار يعني معلومات سرية وخطيرة باش نقوم بكشفها إن شاء الله في الأسبوع القادم. احنا اليوم 17 نهار السبت 17 أوت، ما كنتش باش نعمل فيديو، حبيت نقول لكم جيست على الرسالة هذه، يعني نحضر في ملف كبير وختير باش نهبطه لكم الأسبوع الجاي، لكن حبيت نغتنم الفرصة باش نبعث رسالة صغيرة لجماعة نداء تونس والباجي قايد سبسي. فما شيء الباجي انت ما رديتش بالك منه كي تقابلت مع الغنوشي، الشيء هذا باش نذكرك فيه، انا باش نذكرك انت وجماعتك في الشيء هذا. وقتها انت تقابلت مع راشد الغنوشي في فرنسا، وانا تو مشيت للصفحات نتاعكم في نداء تونس وشفتهم، يعني اللقاء صار صحيح. وقتها انت تقابلت مع راشد الغنوشي يا باجي قايد سبسي في فرنسا، وقت انت مديت له يدك وصفحتوا بعضكم وسلمتوا على بعضكم، فما حاجه ما رديتش بالك منها باش نقولها لك انا. وقت انت حطيت يدك في يد الغنوشي وصفحتوا وسلمتوا على بعضكم، كي شدت يدك يده فما حاجه قطرت، قاعده تتقطر. تعرف شنو هي؟ كي حطيت يدك في يد الغنوشي، الدم نتاع لطفي نقذ كان قاعد يقطر، ودم شكري بالعيد قطر وقتها، والدم نتاع البراهمي يقطر، والدم نتاع الجنود في الشعامبي اللي ماتوا الدم نتاعهم قاعد يقطر، والدم نتاع ولاد سليانه اللي ضربوا بالرش قاعد يقطر. وقتها انت شادد يدك شاده يد الغنوشي، الدم هذاك يقطر. والدم نتاع التوانسه اللي ماتوا في البحر خارجين حاربين من الجحيم وكلاهم الحوت دمهم قاعد يقطر. والدم التوانسه اللي هزوا علم الجزائر ومشاو قالوا بوتفليقه ولا بينا، مشاو يطلبوا في اللجوء في الجزائر، الدم نتاعهم قاعد يقطر. وقتها انت حطيت يدك في يد الغنوشي. والدم نتاع الناس اللي لطفي نقذ، قلت لطفي نقذ، الشيخ لطفي قلال جماعه الدعوه والتبليغ، اول شهيد قتلوه ديما تنساوه انتوما. الدم نتاع البنات اللي تم اغتصابهم من طرف النهضاويين ومن طرف الليبيين. الدم نتاع الجنود اللي تقصد ساقيهم بالالغام، وقتها انت حطيت يدك في يد الغنوشي، الدم نتاع الجنود هذوك اللي تقصد ساقيهم قاعد يقطر. لهذا يا باجي انا مش باش نلوم عليك، زايد نلوم عليك. انت عميل، انت والغنوشي زوز عملاء تاخذوا فوق الاوامر، انت مجرد طرطور، ما عندي علاش نلوم عليك. انت تنفذ في الاوامر، انت سكرتير نتاع امريكا وسكرتير فرنسا وسكرتير المانيا وسكرتير انجلترا وسكرتير الجزائر وسكرتير ايطاليا وسكرتير العالم الكل. انت سكرتير كيف الغنوشي تنفذوا الاوامر، واللقاء هذا اللي عملتوه باوامر. انت طرطور والغنوشي طرطور، واحنا رد بالك تغلط يا شيبة النحس، وعن قريب ان شاء الله في جهنم وبئس المصير، لانك خاين خنت الشعب التونسي وكذبت عليه. كذبت عليه كي قلت انتخابات حره ونزيهه، كذبت عليه كي قلت كان اللي يشد منكم قناص يجيبهولي، كذبت على الشعب ما قلتش اللي امريكا اعطتك الاوامر يا كذاب يا ساقط وقالت لك اعطي مفاتح البلاد للاخوانجيه. كذبت على الشعب كي ما قلتش راهي النهضه طمعتني قالت لي نعطيك مرسوم الكعكه ومن بعد جبدوا بيك الحسيره. كذبت على الشعب كما قلتش انك نداء تونس عملتوا الانتقام من النهضه على خاطر ما قسموش معاك الكعكه، خذوا الكعكه وحدهم. نحب نذكرك حاجه نحبك تتاكد منها انت واللي معاك يا الباجي، احنا نحاربوا في النهضه وما زلنا باش نحاربوها، باش نهبطوا اسرارها وملفاتها اللي انت بيتك ما تعلمهاش. نحاربوا فيها لسبب واحد، لان التوانسه، ونحاربوا فيها فداء لتونس وفداء للارض اللي مولود فيها انا، والارض اللي مدفون فيها بابا الله يرحمه وجدادي. الارض هذيك ندافعوا عليها باللي نقدروا ونساهموا مع بقيه الناس باش نحاولوا ناخذوا تونس، او نكشفوا على الاقل وجوه الناس اللي قاعده تخون في تونس. مع الاسف انت خنت تونس قبل، كان عندنا امل باش تصلح الغلطه نتاعك، اصريت على المواصله في طريق الخيانه والكذب على الشعب. يدك في يد الخونه والعملاء والمجرمين، هي انه يديك اليوم ملطخه بالدماء اللي ملطخه بها يديهم. انت شريك معهم في الجريمه ايها الخائن، وبحول الله باش نقوموا بكل ما في وسعنا الباجي باش ندموك على اللقاء هذا وعلى الخيانه هذه الجديده.
انت مجرم، اجرمت في حق الشعب، كعتيت مفاتح البلاد النهضه، واليوم تجرم من جديد واصريت ومصر باش تكمل حتى لاخر دقيقه في حياتك. خاين وعميل. السلام عليكم.